مثلا قادر ولاية تيارس هذه البلدية تاع تيارس راني وراك انت مربي هذا لهم انت هو المربي عامل وقت عندك وقت من جد لجد نربي فيها مربي فيها راني مربيها من جد لجد مربيها من جد لجد هذا ربي الجود بالعالية وبالسعد بالسعيد وانا الرابع الرابع يعني المتوارث هذا التربيه تاع البلد. والبلد هذه كانت كيما في العاده تاعها والله كانت زايده على كان بها العصر تاع الماكله كانت طويق ونقصت منين نقصت وقلت الماكله وانت الدوله ما يتساعد فيك والله مش لا دولة ما لقيت لا بيت على خاطر والله تيارس قلبي راه مش مجرد البدس قال لك ما كاينش باش توكل هذا ما عندوش حتى راهم يقلبوا فيه حتى الصيد منهم يقلبوا والمساحه قاعد مساحه طويله حوالي 10 طارات والزرع مش يمدون فيه الزرع تمشي بزاف وتاكل بزاف لحد الان يعاني الدوله ما كاينش اعانات مع الدوله كان والو سير فقط طاقين فقط بصراحه كاين نسبه طاقين فقط كاين نسبه مئويه حتى اللي عندهم الخيل شوف القلم ثاني عندنا القلم هنايا راه ما كان والو هاو تاع حليب تاع الاخر عندي عبدك انت العوده عندك هو انت هو اللي نهضروا على البن هذا هو عندك انت راك تطلب واش راك تطلب من الدوله؟ الدوله واش تطلب منها؟ الشعير ولا شيء الدوله واش تطلب من الدوله الحاجه؟ الشعير تعاوني الشعير تعاوني في الشيء الدراهم الله في الراسيون والله الأراضي فيه الراسيون يجيب لها الراسيون أنا فيه ما تكتش الله غالب عندي الذرية ما لحقوش سادر قضية تروح هذا البل هذا الإبل قضية تروح هو قضية تروح وانا كانت مياه صح واش راه باقي لك من راس راه باقي لك كم راس تاع إبل ما بين هذا تكون في 40 40 قلت بزاف نقصت بزاف عندك إبل واش قلت راهم يدوا منا من الجزائر يجوا يدوا منا الإبل أو يدوا الناقة ولا الجمل باش البحارة للسياح هنا من عندي يدوهم من عندي ولا جاو من فرنسا الحليب اللي جاو الحليب جاو من فرنسا داو من عند الحليب والحليب قالوا لي راهم نستنوا يدوا الحليب دواء منا يدوا الحليب من كل جهات شوف انا ماشي نعنف اللي جاي صار جاي في سبيل الله ماني لا نبيع لا نشري لا نكرس اللي تسوى 400 شوف والله دوا الحليب منا كل يوم يصبحوا عندي هنا والله القهوه ما نشربها والله نوض ولكن ثاني تلوم على الدوله شويه في المهرجان تديها بصح الاعانات بالك ما عرفتش الخبر بالك هذه الرساله نتاعك ما وصلتش قبل احنا نوصلوا هذه الامور للدوله ان شاء الله باسم الجمعيه الفلاحيه ان شاء الله نوصلوا هذا الامر للدوله ان شاء الله وان شاء الله تكون في استجابه بحول الله والدوله في خدمه الجميع وخدمه المول والفلاح ان شاء الله عندكم من الخطه وعندكم اجر ان شاء الله بحول الله ان شاء الله بحول الله ربي يحفظك ونشكروا الدوله ثاني اللي راها تسعى في تربيه المواشي باش ثاني تحافظ ربما هذا انت ما وصلتش الرساله وما وصلتش هذه الحاله نتاعك للدوله احنا نوصلوها ان شاء الله وما يكون غير خير بحول الله خدمناها الرب ان شاء الله بحول الله خدمناها الرب ما نعنش اللي خدم صراحه ان شاء الله بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعيه تكافل الاجيال للتنميه والتطوير الفلاحي والريفي. الان رانا متواجدين في المكان الواد محكا. هذا السيد عنده مجموعه من الابل لكن يحتاج الى اغاثه الدوله لانه ما عنده لا علف ما عندها مرعى وكانت عنده تقريبا 200 ولا 100 من الابل ولات عنده 30 وراها رايحه باش تزول انقراض هذه السلاله. نطلب من الدوله يعاوننا في هذه النقطه باش تبقى هذه الانقراضه ويبقى هذا الشجره هذه ما ينحوهاش من هذا من القبا يوكلها. خصنا احنا الشعير الشيباني هذا مشري من الابل تاعو الشعير ويعطوا خاصو بلاصه وين يلعب الزوال تاعو خاطر على البلايص هذه اللي كتبوا فيها راه هنايا راهي تقريبا تسمى نهبتها تاع الدوله ما يتاع حتى واحد وهو وراه من جد لجد راه في ربع جدود يقول لنا في ربع جدود ما داش حتى 10 طابق
ما يسعاش التقسيم هذاك ما عندوش حتى قطار ولا ما يسع حتى قطار. وهذا الله يبارك شرعا هذا النياب تاع الحليب مش حتى يبيع فيها بالدرهم يمد فيها حتى باطل يمد فيها لله في سبيل الله. الثروه هذه لازم الدوله نطلبوا من السلطات المحليه وعلى راسهم السيد الوالي يشوف السيب العاليه بالقسم هذا الشيباني هذا مول الابل. احنا هذه الابل الاغلبيه تاعها متواجده في الصحراء. احنا وكون نقولوا باللي راه كاينه الابل في تيرت تجي حاجه غريبه، لكن هذا السيد كاينه الابل هنا في تيرت، كاينه هذا الثروه. احنا نطلب من السلطات المعنيه والاخرى باش تدخلنا لخاطر هذا الثروه راح تزول. هو كان عند السيد هذا كان عنده 100 ودوك راه عنده 40. مادام عام ولا عامين الا ما عاونتوش الدوله وساندته الدوله في عن طريق علف ولا كلاء ولا المهم تساندوا ماديا معنويا، لازم الدوله تساندوا هذا السيد باش ما تروحش هذه الثروه وباش ما تزولش هذه الثروه. بالنسبه للجمعيه الفلاحيه مثل ما سمعنا عبد القادر واش كنا قبل تصحيح الدوله الحفاظ على العدد القليل من الابل، العدد القليل من هذا السيد عنده شيخ كبير كان عنده 100 كما قال كان عنده 100 ناقه جمل صبت عنده 40 منين الله قلب عليه تصديق تاع الارض دوله ذاك الارض. الثانيه تدعيم دوله ما كانش لهذه الابل. ثالثا تستغرب لو كان كل بالفيات هنايا كاين الولايه تاع ديار مش هذا السيد هو اللي عنده هذه عينه راه هذا واحد من عده ناس هنا عندهم في الولايه تاع ديار وخاصه في اطراف زميلة عبد القادر عندهم هذه العينه من الابل وقد تنقرض. اذا نطلب من الدوله مساعده هذا الشيخ والحفاظ على هذه الثروه. نقولوا ثروه قبل زوالها ثروه تاع ابل هو وعده اشخاص. يعني وهذا الابل هذه يعني عندها منافع طبيه بالنسبه لعده امراض عندها يعني حتى يعني القشبيه هذه وتاع الوبر وامور راه ذكرها ب 5 ملايين 6 ملايين. عندها الحليب تاعها يعني غذاء ومنافع للناس يعني عندها عده منافع. لا قد اخذت المهرجان قال لك في حوالي 2005 الولايه دات منا الدوله الشاحنات داتها منا ودارت مهرجان لتربيه الخيول وتربيه الابل داتهم على جال واش الدوله على جال تربيه الخيول والابل خاطر هذه الحيوانات اللي قد تنقرض سفينه الصحراء كما يقول الحيوانات هذه اللي قد تنقرض من هذا خاصه في كما يقولوا احنا في النواحي الوسط الجزائري مش في الصحراء. الصحراء تشتهر بالابل. ما تستغرب يقول في الولايات ديالنا هنا كاين ابل. احنا نوصلوا هذه الرساله للمسؤولين باش يساعدوا هذا المربي ويحافظوا على هذا الثروه الثمينه خاصه ثروه الابل. اذا كان تعطي الدوله تعطي الوعد ولا تعطي رب الغنم او رب الفقر هذا السيد راح عنده هذا مولو. احنا ما نقولوش اعطوا له، احنا نقولوا يعطوا له باش يوكل هذا الابل اللي غالب عليه. نرجو من الدوله باش ودي تساعد هذا الانسان وتقبل الطلب تاعنا ان شاء الله. ونحن في خدمه الامه وخدمه الثروات التي على زوال من بينها هذه الابل ونعاودوا نذكرها ان شاء الله بحول الله وتخبي هذا الطلب لهذه الحاجه ان شاء الله بحول الله لانه حاجه كبيره وما عادوش يعانوا شكون اللي يعاونوا.